والحلقة بتبدأ بآخر مشهد من الحلقة السابقة لما بنشوف دماغ كايجو رقم 10، ورغم انه في الحالة دي إلا انه بيظهر طاقة قوية جدا. والرقيب هوشنا بيقول له أخيرا صحيت، وبيطلق صياح قوي. فالرقيب بيقول له اعملها تاني وهقتلك. وبيسأله عن كايجو رقم 9 انت تعرف حاجة عنه؟ فبيقول له أكيد، ده هو اللي خلقني. فالكل بيتفاجأ، وكايجو رقم 10 بيطلب من الرقيب انه يخرجه من هنا ويقاتله. فالرقيب بيقول له ما ينفعش. فبيقول له مش قصدي كده، اقصد ان في تقنية عندكم تقدر تحولني لسلاح. انا عايزك تحولني لسلاح وتستخدمني. والكل بيحذر لانه خطر تحول كايجو ذكي وخطير لسلاح. وكمان بيقول قتالك معايا كان ممتع زي الحلم، وانت كمان استمتعت. فالرقيب بيقول له لحظة وراجع لك. وبيطلع بره وبيفكر في الحكاية، وبيقول في سره هو قوي جدا ولكن احنا محتاجينه. وبيقول للنقيب مينا انه هيوافق. فبتقول له براحتك، القرار ليك. وبيرجع وبيدخل تاني، وبيقول لكايجو رقم 10 تحدث. فكايجو بيرد عليه احنا كده متفقين. فالنقيب بيقول له لكن لازم تعرف اني انا المسيطر.